بعد الماسك ده مش هتحتاجي تحطي ولا نقطه من الميك اب، لان بشرتك هتبقى مشدوده وكمان ما فيهاش بقع ولا تصبغات وفاتحه 3 أو 4 درجات على الاقل، وهتوحد لون البشره، وكمان بقى هتشد البشره جدا وهيزيل التجاعيد وفي ثواني، وكل ده من مكون واحد بس. ايوه زي ما انت سامعه كده. لو انت عايزه تعرفي ايه هي المكونات، اهم حاجه صلي على النبي كتير جدا، وانزلي في الكومنتات صلي على النبي، وكمان ادعميني باللايك واشتركي في القناه عشان باذن الله يوصلك كل جديد. وتعالي نشوف ايه هي الوصفه. وصفات سهله وبسيطه وكمان مكونه من مكون واحد بس النتيجه بتاعتها هننجح من اول استخدام. اول حاجه كده يا حلوين زي ما احنا متعودين، وصفات سهله وبسيطه ومش مكلفه والنتيجه بتاعتها بتبقى نينجا. اول مكون معايا والمكون الخطير في تفتيح البشره، بيزيل التجاعيد من البشره، كمان لو انت عندك خطوط رفيعه حوالين العين وفي الجبهه كل ده بيروح تماما. وعايزه اقول لك بيفتح بقى البشره 3 4 درجات على الاقل، وبيشد البشره، بيخلي بشرتك شباب وشكلها جميله جدا وبيضه بتلمع من اول استخدام. وهو نشا الذره ده خطير، والبنات طبعا اللي مجرباه عارفه هو قد ايه بيفرق في البشره، بيخلي البشره بتنور وما بتحتاجيش فعلا ان انت تحطي ولا نقطه من الميك اب، لان هو بيبقى مفتح لك بشرتك وبيبقى واحد لون البشره، وكمان بيزيد اي غمقان واي تصبغات وبيعمل على توحيد لون البشره، وبشرتك بتبقى بتلمع بعد استخدامه. اول حاجه كده معايا معلقه من النشا. لو انت عايزه تزودي الكميه، عايزه تعملي لرقبتك، عايزه تعملي لايديك، عايزه اقول لك الوصفه دي خطيره لاي حته تحطيها فيها. وتاني بقى مكون معايا، والمكون الخطير في شد البشره، في ازاله التجاعيد، في ازاله الخطوط الرفيعه، كمان بيخلي بشرتك شباب مهما كان سنك، حتى لو انت سنك فوق ال70 سنه فعلا هتدمنيه مش هتبطليه. وهو بوتوكس طبيعي في البيت، وعايزه اقول لك مش هيكلفك حاجه خالص، بس هتشوفي النتيجه بتاعته من اول استخدام. وهو طبعا بذور الكتان يا جماعه خطير. طبعا الطريقه بتاعته انا قايلاها كذا مره، ولكن برضه هقول لكم على، بصوا بقى اهو كده، شايفين؟ اهم حاجه ان هو يبقى جل كده، شايفين القوام بتاعه ما يبقاش عامل زي الميه، لا، وهاخد بقى حوالي كده معلقتين، شايفين؟ ولو عوزت تاني هبدا ان انا هحط تاني. بتبداي ان انت بتجيبي البذور الكتان عادي جدا، وتبداي ان انت تغليها، وهتفضلي تسيبيها كده على النار لحد ما تعمل القوام بتاعها بتاع الجل زي ما وريتك في الاول. بصوا بقى ما تاخدش معاكي ثانيه كده وبتبقى جاهزه معاكي، وصفه خطيره وهتجيب معاكي من الاخر فعلا، مش هتبطليها، لانها ببساطه هتبيض بشرتك وهتفتحك، وكمان هتوحد لون البشره، وهتشد وتزيل معاكي الخطوط والتجاعيد وفي ثواني. يعني انت بتعملي كل حاجه، البشره صافيه، وكمان مش هتحتاجي فعلا لنقطه من الميك اب بعد ما تستخدميها. جهزت معايا خلاص، هو ده القوام المطلوب. هكون في الوقت ده غاسله بشرتي كويس جدا، متاكده ان هي ما فيهاش اي بواقي من الميك اب، وهبدا ان انا هفرد على بشرتي كده. بصوا هو بقى، وتبداي ان انت تفردي على بشرتك وبحركات دائريه الماسك الخطير ده اهو، على ايدك، على رقبتك، على بشرتك، في اي حته عايزه تبيضيها، عايزه تشديها. لو فيها خطوط حوالين عينك بقى هتعملي بالحركات، مش هتعملي بحركات دائريه، لا، هتعملي كده ومش هترجعي تاني عشان ما يطلعلكيش خطوط رفيعه، وعشان تعملي فعلا وتاخدي احسن نتيجه في المنطقه دي. وكمان لو عندك في الجبهه تبداي ان انت تاخدي كميه وتبداي ان انت تعملي بالمنظر ده، وهتسيبي الوصفه دي لحد ما تنشف خالص، وتبداي ان انت تغسليها بميه دافيه. وشوفي الحلاوه، وشوفي قد ايه بشرتك هتفرق جدا بعد استخدام الوصفه دي، وبجد هتدعي لي. ولو عجبك الفيديو وصلتي معايا لحد هنا، انزلي في الكومنت صلي على النبي كتير جدا، وكمان اشتركي في القناه عشان باذن الله يوصلك كل جديد. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، مع السلامه.